ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا جايه لكم من لوك التوريال ده. هنتكلم عن حاجه كل البنات تقريبا عارفاها، او يعني معظم البنات استخدمتها، وفي بنات متعرفش تستخدمها ازاي عشان بيلطع وكده. ان هو كمان اصلا سعره رخيص، 15 جنيه. يعني ده انا جايبه واحد احمر وبينك، وهو ده اسمه كعب الغزال. كعب الغزال دوت اسمه كريم كعب الغزال. مكتوب عليه ان هو مرطب ومفيد للبشرة وكده، يعني تنعيم القدمين وترطيب الكعبين ومنع تشققها، وكمان غير ان هو كده يعني بيدي لون، ماشي، بيدي لون وردي اصفر للقدمين، ترتيب الخدود والشفايف، اعطاء الخدود والشفايف اللون الوردي. طبعا دي حاجات كلها يعني ايه، يعني ان هو الترتيب والحاجات دي مفكنا منها شويه. احنا لما بنيجي نشتريها بنشتري الحاجه اللي فيها لون، تمام. ف ده حلو، يعني هو حلو جدا بس ليه استخدام معين. طبعا لو انت هتستخدميه على شفايفك فعادي جدا بتجيبي اي ودانه عندك. طبعا مش عارفه الودانه اللي حاطين اشوفها، ودانه زي دي انا كنت مستخدمه بيها عادي جدا. بصوا يا جماعه، الودانه دي حلوه جدا في حاجات كتير. بتستخدموها للتنت مثلا، بتستخدموها للروج، مش لاقيين مش عارفين تستخدموا روج مثلا محطوط في بالت، عادي ارواج معينه كده محطوطه في بالت، ولكن انت مش لاقيه لها يعني، مش عارفه تستخدميها ازاي، او بتستخدميها بصبعك، فلا بلاش. فانت هتستخدمي ايه؟ هتجيبي بالودانه وهتحطي، ماشي. مش تهدري على فكره منها كتير لان الودانه ناشفه، تمام. ودوت انا بعمل ايه بقى؟ انا ايه خلاصه الفيديو كله؟ انا جاي اتكلم عن الحوار ده كله في ايه. خلاصه الفيديو كله ان انا بخلط كعب الغزال ده، بخلطه بكريم مرطب او بزيت جونسون، او اي نوع زيت انت بترتاحي له، يعني زيت جونسون، زيت جوز الهند، زيت خفيف. اهم حاجه يكون زيت خفيف، ما يكونش زيت تقيل ويعمل حبوب لبشرتك. يعني مثلا زيت جونسون خفيف كده على البشره، وبعد ما بتحطيه بتدمجيه تمسحيه عادي جدا، بتمسحي بقى بشرتك وبيفضل اللون ثابت زي ما هو، تمام. وعلى شفايفك ممكن برضو تحطيه بزيت جونسون او كده لو انت بتحبي كده يعني، وممكن تحطيه كده عادي ومش بيلطع على الشفايف، مش بيلطع زي ما بيلطع على الخدود او بيلطع على الصوابع، تمام. انت يعني مش هتستخدمي حاجه بصبعي دوت، كنت حاطه روج بصبعي يعني. المهم ده طبعا الودانه دي يعني دي كل حاجه منقذه فيها. فالحل الوحيد ان انت تستخدمي لشفايفك الودانه لروج، او لمورد الخدود، او لتنت، او اي حاجه عموما زي ما احنا متفقين كده. وطبعا ده هنخلطه بزيت جونسون او بزيت جوز هند او بزيت خفيف انت بترتاحيه، وبس كده. ده كان الفيديو بتاعنا. حبيت اقول لكم النصيحه دي لان انا بعملها لنفسي، وحبيت ان انا اقولها لغيري وافيد بيها غيري. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.